تفضل. طيب للأسف يعني ننتقل لحسن إذا من المغرب. طيب خويا صالح. أهلا وسهلا بك يا حسن. أخويا صالح، حنا السوريين مرحبين بهم في سوريا، عندنا ميدان عسكري تما كنروح كنداول فيه السوريين أخويا صالح. وحنا ما غنجريوش على السوريين هنا يا أخويا صالح. يعني أنت ترحب بالسوريين في المغرب؟ في سوريا. في سوريا حنا عندنا هذاك الأخ اللي كيتكلم ديال حقوق الإنسان عندهم. شوف تعرف واش كاين ميدان عسكري ديال المغرب في سوريا ولا لا، ديال اللاجئين؟ يعني أنا أسأل على اللاجئين السوريين يا عزيزي الذين دخلوا من الجزائر إلى المغرب أو العكس، هذا ما نسأل عنه. واش ممكن هادشي اللي واقع دابا في العالم تقبل إنسان يدخل لك بطريقة غير شرعية؟ يعني طريقة غير شرعية هو المواطن السوري. إرهابي مغربي. كاين الناس في الإرهاب مغاربة تما يقدر يدخل على ديك الطريقة. يا رجل هناك سوريين فقدوا أرواحهم وجوازات سفرهم وكل الدنيا فقدوها. تسأل أنت طريقة شرعية؟ يعني هو في طريقة شرعية الآن من أين يخرج طريقة شرعية يتقدمهم لنا السلطة الجزائرية ومرحبا بهم، تكفلوا بطريقة هاك ولا أخويا إخوان هادوك قبلوهم. واش فهمتينا خي صالح؟ المشكل مي كاين ماشي قضية باش نستقبلوهم ولا ما نستقبلوهمش. لا خويا صالح ماشي هذا هو المشكل، في كاين المشكل. طيب ما هي المشكل؟ المشكل هو في الطريقه يدخلوا عندنا مرحبا بهم. المغرب كله خويا عمر بالسوريين، اخواتنا المغربيين والله الا عايشين مكرمين معززين. ولكن معك كنسمعك خويا صالح. يعني ما هي المشكله اذا؟ لماذا المغرب كما قال ضيفنا منذ قليل يتشدد في منح التاشيره للسوريين؟ لا هذا ما كندويش حنا على المشكل ديال البنادم اللي كيكون قانوني، كندوي دابا على المشكل ديال الازمه. ما يمكنش السلطات المغربيه ما تقبلش اخواننا السوريين، ما يمكنش الشعب المغربي ما يقبلش اخواننا السوريين. طيب ما يمكنش، ولكن هذا هو الامر الحاصل. شكرا لك على كل حال ابراهيم من المغرب. وفقا لضيفنا فضل عبد الغني وهو مدير الشبكه السوريه لحقوق الانسان، لا مصلحه لديه في اعطاء هذه المعلومه اذا لم تكن دقيقه. قال بان المغرب من بين، لم يقل اشد، من بين اشد الدول تشددا في دخول السوريين. لماذا؟ الله أعلم. رغم أن هناك حتى مع دولة الاحتلال الإسرائيلي يتساهل المغرب الرسمي، سفريات رايحة وجاية، بعثات، صحفيين، ولم يعتقلهم المغرب ولم يقل لهم لماذا أنتم ذاهبون إلى تل أبيب. لكن السوري يتشدد. ضيفنا قال حتى عندما تذهب إلى السفارة لا تجد خانة خاصة بالسوريين. هزلت، اختفت سوريا الآن، لم تعد موجودة على الخارطة. أيها العرب، كثر عاركم وكثر هزالكم، وحان الوقت ربما لصحوة، صحوة ضمير وصحوة أخلاق وصحوة حتى شعورنا وأخلاقنا الدينية، لأنه ماتت. يبدو الدين صار تقليد لدينا. على كل حال